في ايه؟ انا قلت ما يصحش اجي لك بيتك متاخر كده وايدي فاضيه. ايه؟ مش عارف مين ده؟ ده ماجد محسن. ميجو. اسف، ميجو. انت بتقول ايه؟ ومين ده؟ انت مين يا ابني؟ انا مين ايه يا عماد بيه؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا ميجو، ده احنا دافنينه سوا. بص الصراحه انا لبستك، انا اسف. الشهاده لله، هو بيحبك قوي. هو في الاول قعد يلف ويدور ويقول لي شعر، مش كده يا ميجو؟ ايوه بس في الاخر بقى جه معايا سكه وقال لي على كل حاجه. اتفضلي. عماد، في ايه؟ اطلعي فوق يا داليا. ايه؟ هو انت مش عايز مدام داليا تسمع اللي بيتقال؟ قول لهم يا ميجو على اللي قلته لي. رحيم، اللي بيني وبينك داليا مالهاش دعوه بيه. مين الراجل ده؟ وعايز ايه؟ ما تتكلم يا ماجد. قول لي مدام داليا ايه اللي وداك الاسم في اليوم اللي اتبعت لها فيه الموبايل في الحجز؟ نسيت اعرفكم ببعض. الاستاذ ماجد محسن شغال في مصنع الاستاذ عماد، مسجل سرقه بالاكراه وبلطجي وديلر على قده. ولما سالته انت اللي قتلت لميا قال لي لا. قال لي ان الاستاذ عماد كان هو اللي ورا قتل لميا. انا مش فاهمه حاجه. انت تقصد ان هو اللي داليا، انت لو ما مشيتوش من هنا دلوقتي انت وهو انا هقتلكم. عماد انت اتجننت؟ ليه؟ ايه الجنان في كده؟ مسجون سابق ومسجل خطر بيهجموا عليا في بيتي، ده حتى القانون في صفي. ايوه، بس انا عايزه افهم انت كنت بتعمل ايه في الاسم؟ انت اللي دخلت لي الموبايل؟ يعني عماد هو اللي بعتك؟ ايوه. بقول لكم ايه يا بهوات؟ بقول لكم ايه يا كبارات البلد؟ محدش فيكم يتحرك لحسن والمصحف اقطع لكم الرقبه البيضه الحلوه دي. انا كل اللي انا عاوزه ان انتوا تخرجوني من مشاكلكم، عشان هي معروفه قوي. الكبار لما بيضربوا في بعض مفيش غير احنا بس الصغيرين اللي بنتسحل وبنشيل الليله كلها. ايوه، انت كنت بتتصل بيا، انا مستحيل انسى صوتك. ايوه يا دكتوره، انا اللي كنت بتصل باوامر من عماد بيه، مش كده يا عمده بيه؟ عمده بيه يقول لي اتكلم ميجو يتكلم، اشتري بودره ميجو يشتري. من الاخر عماد بيه هو اللي ملبسك القضيه كلها. يلا بقى. طب اهدى يا ماجد، اهدى وشوف انت هتأذي مين دلوقتي. عارف يا رحيم بيه، عشان كده بقول لكم خرجوني من مشاكلكم دي. انا كل اللي انا عايزه ان انا الحق اصرف لي الكام الف جنيه اللي انا خدتهم من عماد بيه. بعد كده بقى اعيش اموت مش فارقه معايا، المهم ان انا هتمتع بالفلوس ولازم اخرج من هنا سليم. يعني عماد هو اللي حط لي المخدرات؟ يا داليا مش وقته، انا بحكي لك كل حاجه بعدين. هتقلعوا المصعد. ماجد افهمني دلوقتي سبب مشاكلنا انا وانت رحيم، يعني لو قتلته هتتحل مشاكلنا. شوفوا وانا بحبه، بس ماشي يا قلبي. حاضر. داليا؟ ماما مالك يا حبيبتي؟ في ايه داليا؟ مالك بس يا حبيبتي؟ فلت منها ابن الايه. عمل ايه؟ هو اللي بلغ البوليس بنفسه وقال في النيابه ان الواد دخل عليه بغرض السرقه والقتل. قال ايه؟ عشان كان عاوز يطرده من المصنع. وما قالش عني حاجه ولا كلمه. وطبعا شهاده كل اللي موجودين في الفيلا اكدت كل كلمه قالها.
ان الواد ماجد كان لوحده جوه الفيلا، بس ده كان كده ممكن يلبسك قضيه. واللي انا مستغرب له ان كاميرات المراقبه اللي موجوده جوه الفيلا اكيد صورتك وانت داخل بالواد. وطبعا قال لهم ان الكاميرات ما صورتش حاجه. بس انا عاوز افهم هو عمل كده ليه؟ عشان هو عايزني ابقى بره، مش عايزني ادخل السجن. ليه؟ اكيد بيحضر لي حاجه. ربنا يستر. اتفضل. ايه ده؟ ده ملف فيه كل حاجة عن حسن رشوان، من أول ما اتولد لحد نوع الأكل اللي بيدخلوه له جوه السجن. علشان كده انت احسن محامي في مصر. أمال. انا مش مصدقه نفسي، مش مصدقه البجاحه اللي انت فيها دي. جاي تقول ايه بعد ما سمعت كل حاجه بوداني؟ جاي طالب السماح. والله عايزه اسامحك على ايه؟ على انك كنت هتدخلني السجن، ولا انك لفقت لي قضيه مخدرات وكنت هتقضي على مستقبلي كله؟ لا، انا هسامحك علشان كنت بتتجسس لي على جلساتي مخصوص. انت مصدق نفسك؟ انا عملت كل ده علشان بحبك. انا مش مصدقاك، انت بجد مجنون. مجنون. مش محتاج اقول لك طبعا انا مجنون بمين. مجنون بيكي. اظن ده واضح في كل كلمه وكل نظره مني ليكي. انا بس بشوف الحاجات غير ما الناس بتشوفها. عيني اوسع فبشوف الصوره كامله. يعني مثلا يوم خروج رحيم من السجن شفت انك رجعتيه. شفتها اول ما سمعت الخبر، شفتها اول انت ما عرفتي، شفتها في عينك. عشان كده قلت لازم اتصرف، لازم الحق الانسانه الوحيده في الدنيا دي اللي ما اقدرش اعيش من غيرها. تقوم ملفق لي قضيه مخدرات؟ عندك حق، انا زودتها المره دي، بس انا عملت كل ده عشان بحبك. من كتر حبي ليكي عايزك تبقى ليا انا، مش لرحيم، مش لاي حد، ليا انا بس. كان نفسي اشوف نفسي في عينيكي فارس الاحلام اللي بيحقق لك كل حاجه. بص لها كده من الناحيه دي هتلاقي رومانسيه خالص. انت 100% مجنون. انت سامع نفسك بتقول ايه؟ انت عايز تجنني؟ ماليا، اعمل ايه علشان تحبيني؟ حتى في عز ما زفت رحيم كان في السجن كنت دايما بحس انك معاه هو، مش معايا انا. ماليا، انت عمرك ما هتحسي بعذاب بني ادم بيحب حد وهو ما بيحبهوش. وانا مش بس بحبك، انا بعشقك. كنت دايما اقول لنفسي اصبر يا عمر، اصبر، هتحبك، اكيد هتحبك في يوم من الايام، اصبر. عماد، انا النهارده كنت عند المحامي ورفعت قضيه خلع. لا، ما انا مش هسمح لك ترجعي الرحيم تاني ابدا. ما انا مش هرجع له. انا مش طايقه لا اشوف وشك ولا اشوف وشه. انا مش بتاعت حد. طيب ايه رايك تدينا فرصه نكمل حياتنا؟ عماد، الكلام خلص. انا مش عايزه اشوف وشك تاني. داليا، بس انا مش هقدر ابطل احبك. تبقى دي مشكلتك. تبقي ما فهمتنيش يا داليا، تبقي ما فهمتنيش، علشان كده هتبقى مشكلتك انت. موضوع ماجد ده خلصان، مفيش فيه اي مشكله.
المشكله دلوقتي في رحيم، تقريبا كده عرف كل حاجه. من الاخر انا زهقت من الموضوع ده وعايزه يخلص خالص نهائي. ما انا هذا اهو. اوكي، سلام سلام.